السلام عليكم. النهارده الحلقه بعنوان انجح 15 فيلم اجنبي حقق ايرادات في السينما المصريه في عام 2023. فترتيب الافلام دي ملوش اي علاقه بالافضل، هو ترتيب من حيث الايرادات، اللي هو انجحهم من حيث الايرادات فقط. غير ما نطول في المقدمه بنروح لمركز ال 15 على طول. فيلم ميجان، واللي حقق ايرادات باجمالي 5,989,811، وده رقم كبير على فكره، لان في افلام عربيه كتير جدا نزلت السنه دي في مصر وما حققتش الرقم ده خالص. ونروح لمركز ال 14. فيلم الأخوان سوبر ماريو الفيلم، واللي حقق إيرادات 6,431,326 جنيه. ونروح لمركز ال 13. الفيلم اللي كان بالنسبة لي مفاجأة إن يكون في المرتبة دي، كنت أطمح إن هو يكون في مرتبة أفضل، بس للأسف الآراء بتاعت النقاد وآراء ناس كتير جدا قالت إن هو فيلم يعتبر وحش. فيلم نابليون، واللي حقق إيرادات 6,914,379 جنيه. نروح لمركز ال 12. مرة تانية مع فيلم رعب، ولكن المرة دي مع انسيديوس الجزء الرابع، حقق ايرادات 7,114,472 جنيه. ونروح للمركز ال 11. فيلم حراس المجرة الجزء الثالث، واللي حقق ايرادات 7,461,735 جنيه. ونخش على التوب 10 اكتر 10 افلام حققت ايرادات في السينما المصرية في عام 2023. ونروح للمركز العاشر. فيلم الرجل النملة والدبور، واللي جمع ايرادات 7,490,954 جنيه. ونروح للمركز التاسع. فيلم ذا فلاش، واللي حقق ايرادات 10,310,214 جنيه. ونروح للمركز الثامن. فيلم صعود الشر المميت، واللي حقق ايرادات 10,569,082 جنيه. ونروح للمركز السابع. فيلم باربي، واللي حقق ايرادات 14,009,603 جنيه. ونروح للمركز السادس. فيلم جون ويك الجزء الرابع، واللي حقق ايرادات تقدر 14,055,773 جنيه. ونخش على افضل 5 افلام حققت ايرادات السنه دي في السينما المصريه. فيلم ذا نان الجزء الثاني، واللي حقق ايرادات 21,820,944 جنيه. ونروح للمركز الرابع. فيلم فاست اكس، واللي جمع ايرادات 26,090,252 جنيه. ونروح للمركز الثالث. فيلم المهمة المستحيلة حساب الموتى الجزء الأول، واللي جمع ايرادات 26,444,881 جنيه. ونروح للمركز الثاني. فيلم ذا ميج الجزء الثاني، واللي جمع ايرادات 27,805,814 جنيه. ونروح للمركز الأول. المركز الأول أكتر فيلم حقق إيرادات في السينما المصرية السنة دي، أنجحهم من حيث الإيرادات، واللي بالنسبة لي أفضلهم حتى كعمل فني، فيلم العالمي اوبنهايمر، واللي جمع مبلغ إيرادات مش طبيعي كبير جدا، لدرجة إن أنا عايز أقول لك إن مفيش فيلم مصري أساسا نزل في مصر السنة دي جمع الرقم ده أو أكتر منه غير فيلم واحد. أنت متخيل الفكرة؟ واللي جمع إيرادات تقدر ب 44,659,038 جنيه. حقيقي فعلا ارقام فلكيه، وكون هي الافلام اجنبي فده رقم كبير الصراحه. لو عايز تعرف الاجمالي بتاع ال 15 مركز دول كان كام بالظبط، فالاجمالي بتاع ال 15 فيلم كان 240,168,178 جنيه. ان شاء الله السنه الجايه ان كان لنا عمر هنعمل مقارنه بين الحلقه دي والحلقه اللي هتنزل السنه الجايه، ونشوف هل في تطور للافلام الاجنبي من حيث الايرادات ولا لا. بس اللي انا شايفه صراحه لا، في تطور وتطور كبير جدا. ده في افلام اجنبي عدد الافلام العربيه كلها باستثناء فيلم. فاهم الفكره؟ فصراحة ربع مليار ده رقم كبير في السينما المصرية. وسؤال الحلقة، ايه اكتر فيلم شايفه اتظلم في القائمة دي؟ او ايه الفيلم اللي بالنسبة لك كان يستحق مرتبة اعلى من اللي هو خدها؟ بالنسبة لي جون ويك كان شايف انه يستحق اكتر من المركز السادس. غريبة صراحة بالنسبة لي ان فيلم زي ذا ميج وذا نان وفاست اكس يبقوا اعلى منه. وبس، لو عجبتك الحلقة تنشر لايك والاشتراك، وسلام.